انا بقى جيت لكم النهارده علشان اوريكم طبعا الفلافل اللي احنا عملناها امبارح. بصوا يا جماعه، ده شكلها بعد ما قليتها. تمام. طبعا النهارده تاني يوم، لاني من تركات الفلافل عشان تكون ناجحه معاكي كذا حاجه. اول حاجه يكون الفول بعد ما تغسليه كويس قوي، تصفيه، ما يبقاش فيه ميه خالص. الخضره تبقى برضو ما فيهاش ميه خالص، لان لو الحاجات دي فيها ميه العجينه هتبقى معاكي ميه كده ومش هتعرفي تتعاملي معاها، وهتبقى طريه قوي وهتفك منك في الزيت. فلازم تكون الحاجات دي كلها ناشفه. تحطيهم بقى على فوطه، تصفيهم في مصفى. المهم ان الحاجات دي تكون ناشفه، يعني تسيبيها مثلا ساعتين 3 تصفي ميتها. ممكن كمان تعمليها تاني يوم عشان تضمني ان ما فيهاش ميه. دي حاجه. تاني حاجه، وانتي بقى بتقليها علشان ما